انا عارفه انك بتستغربي الناس الموهومه بشوربه العدس. انا كنت زيك لحد ما جربت الطريقه دي، طريقه جداتنا وامهاتنا. اول حاجه غسلت كوبايتين عدس اصفر كويس وحطيت قصادهم 10 كوبايات ميه، ودي مش كميه كبيره ابدا لان في النص زودت ميه كمان. اول سر في الطبق بتاع النهارده ان انا حطيت بطاطايه، وديت مش كتير ابدا يعرفها، بس صدقيني بتودي الطعم في حته تانية. حطيت بصلايه وطماطمايه وجزرايه وكان فص ثوم صحيح وغطيت. هقولك كام تركاية في الطبق دوت، أرجوكي التزمي بيهم عشان توصلي لأحلى طعم طبق شوربة. أول ما الخضار يستوي والمية توصل للمنسوب اللي احنا هنشوفه دلوقتي، بنضرب بالهاند بلندر أو نستنى تبرد ونضربها في الخلاط. ولازم ناخد بالنا ان هي الحاجة اتضربت كويس قوي، عشان في حاجات بتستنى في الزخانق كده ما بتبقاش اتضربت كويس. بعد كده بقطع بصلاية وبحط زيت وسمنة وياريت لو بلدي، واول ما البصلة تدبل وتميل للاصفر بنزل بكوباية شعرية وافضل اقلب لحد ما نوصل للون الخطير اللي احنا هنشوفه دلوقتي. واللمسة دي هي اللي بتفرق، الشعرية مع البصل اهم حاجة ان تبقى النار هادية عشان ما تتحرقش. هو باين هنا كأنها اتحرقت، بس ديت مشكلة اضاءة، انما الحمد لله هي ما اتحرقتش. بعد كده بننزل بيها على الشوربة ونفضل نقلب لحد ما يستوي، وزي ما اكدت عليكم ان الوصفة دي بتحب النار الهادية جدا. في الاخر بتبل بشوية كمون خفيف وملح، نص معلقة سكر عشان الحموضة. الطبق ده حرفيا بيدخل قلبي مش معدتي. قوام تحفة جدا، والطعم مهما اوصف مستحيل حد يتخيل جماله. ويا سلام بقى مع عيش ناشف وشوية بصل. على فكرة كتير لما بجمع عيش ناشف عندي في البيت بعمل الأكلة دي. في يوم برد زي ده لو ما عملتيش شوربة العدس بالطريقة دي صدقيني فوتي على نفسك الدفا والطعم. وبس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وكومنت حلو زيكم، وباي باي.